مم. هنا يقول سلفية سوريا من أحمق السلفيات على وجه الأرض، وأكثرهم غلوا ونصبا وتعصبا وضيق أفق، إلى آخر ما يقول عن سلفية سوريا. طيب، كذلك ينصح بكتاب لعلي سامي النشار، اللي هذا رجل حقيقي خطير. هذا الرجل كتب كتابا، يعني إذا تكلم عن معاوية يقول الوثني ابن الوثني، الوثني ابن الوثني. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محاط ببني أمية، مثل ما ذكرنا لمروة بالحلقة السابقة. ليش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان يعلم لا يخفى عليه شيء عندكم أيها الشيعة، لماذا يرضى بالزواج من رملة بنت أبي سفيان ويحاط ويزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم؟ طبعا حيدر يقول لا هذا ما هو ثابت عندنا، رقية وأم كلثوم ليستا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ليس له إلا فاطمة فقط. أين أنت من قوله تعالى يا أيها الرسول قل لأزواجك وبناتك بالجمع، وبناتك. شو رب العالمين ما بيعلم انه عند سيدنا محمد كما تقولون بنت وحده وبناتك؟ هذه خليها بينك وبين الله كما تقول يا حيد، بينك وبين الله، بينك وبين الله. أيعقل أن الله يقول وبناتك ثم تأتي أنت وتقول لا ما في غير فاطمة؟ اللهم أليس هذا نصبا؟ أليس هذا نصبا؟ والله هذا نصب. طيب، عليك بكتاب الأزهري علي سامي النشار، فقد أثبت أننا أتباع مذهب الكرامية إلى آخر ما يقول. سئل يا شيخ أفدنا ما الحكم الشرعي من يشتم الرسول؟ يقول لا شك أنه يكفر ويرتد، لكن يجب التحقق هل قصد الشتم أم لا، فالأعمال بالنيات. ماشي الحال. هنا يقول لو تشيعت لأعلنتها ويشرفني ذلك. طيب، هذه كنا قد عرضناها وانتهى موضوع الصور، ونأتي الآن نطرح موضوع الفيديو. نشوف موضوع الفيديو. كان في لقاء يعني مع حسن المالكي في قناة العدالة، وصار في بحث في بعض الأمور وأجاب، ولعلنا نأتي بشيء مما قاله ونعلق عليه فيما تبقى من الوقت إن شاء الله. طيب، بسم الله. بالنسبة للكلام أو المصطلحات اللي أنت ذكرتها الآن وقلت إنها غير موجودة في القرآن الكريم، نعم، مثل العقائد ويعني نعم. الصحبة وهالأمور هذه، بالمعنى المذهبي، هل هذه سيئة يعني بحيث أنها خلتك أنت تنتفض وتذهب إلى القرآن وتترك هذه الكلمات طبعا لأنها يعني لها معاني ما هي جيدة؟ نعم، حتى السنة والشيعة والأسماء هذه الله جعل لنا اسم واحد هو الذي سماكم المسلمين. فعندما نترك هذا الاسم الذي اختاره الله، طبعا تصحيح، هو سماكم، هو خبير بالقرآن ما شاء الله ويدعو الناس إلى. على كل حال ممكن الإنسان يخطئ، أنا ما أقول ما يخطئ، لكن تكررت أخطاء كثيرة له. أنا أتابعه، الزلمة ما بيعرف يقرأ قرآن مزبوط، ما بيعرف. على كل حال هو تخصصه مش قرآن، تخصصه روايات وتاريخ، لكنه كذاب في الروايات وفي التواريخ. يا ليت فقط مشكلتنا معه أنه يخطئ في الآيات. نكمل. هو سماكم مش هو الذي سماكم. ونقول لا يا رب عندنا أسماء أفضل. هذا اعتداء على الله. وليش احنا لحظة حبيبي، هم قالوا ان هذه اسماء افضل من اللي في القرآن؟ لا حبيبي، لا بس الان لو تخبر واحد تقول انا مسلم يقول بس ايش مذهبك؟ يعني هذه بالضبط. يعني كلمة الاسلام اسم تاريخي، ونص القرآن كأنه تاريخي، يجب ان نفتخر بالاسم الذي سمانا الله به ونبقى مفتخرين به. أليس تعليق بسيط. في الأصل المسلم هو المسلم ولا يحتاج إلى تفصيل. جاء التفصيل بعدما اشترك الضالون مع المهتدين في هذه التسمية مسلمون. عارف كيف؟ يعني مثلا الشيعي يقول أنا مسلم، لكن شنو نوع إسلامك؟ الصحابة كفروا ارتدوا، يجب لعن صنمي قريش أبو بكر وعمر. طيب هذا عندي لا يمكن أن يكون مسلم بهالشكل هذا. القرآن محرف، لا يمكن، لأنه القول بتحريف القرآن عندي مثل القول النصراني بالثالوث، هذا كفر وهذا كفر، كلاهما كفر. فلما أتى هؤلاء وقالوا نحن مسلمون،
صار لابد من التمايز الآن، لأن واحد يأتيني ويقول القرآن محرف ويقول أنا مسلم ويرغمني أني أقبل أنه مسلم، لا يمكن. لو سوف يأتي النصراني ويقول أنتم بدكم ياني أترك الدين اللي تقولون أنه الأناجيل عنا فيه محرفة، تقولون تفضل ادخل الإسلام، فإذا أتيتكم سألتكم هل القرآن محرف، فمنكم من يقول لا غير محرف، ومنكم أنتم من تقولون عنه مسلم الشيعي يقول القرآن محرف. فباي باي، أنا لن أقبل هذا الدين، لأنه تريدون نقلي من دين كتابه محرف إلى دين آخر الكتاب فيه محرف. منطقيا هذا لن يقبل، هذا لن يقبل. فهذا التصنيف لم يأتي بدون سبب، لم يأتي بدون سبب، لأنه نحن في حاجة. حتى إذا استعملنا اللفظ السلفي، أولا نحن نفخر بسلفنا الصالح وعبادتهم وفهمهم للدين، فهمهم لكتاب الله، فهمهم لنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وتطبيقهم لها هو الحجة عندنا، لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فنحن نفخر بالانتماء إليهم، لكن لا نقول أننا حزب بالمعنى لا أبدا، نحن على منهج السلف الصالح. فهذا التميز حصل بسبب نشأة فرق ضالة تقول أنها مسلمة، لكن تسجد على القرص، تسجد على القرص، تنادي الأموات، تقول بتحريف القرآن، بشفط الأخماس اللي كان مفروضة تؤخذ غنائم من جيش الكفار، تشفط غنائم من أموال عامة الناس، يضحك عليه بمذهب أهل البيت، يستغاث أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا فاطمة أغيثينا يا كذا، وتريدون أو تنهوننا عن أن نسعى إلى هذا التمايز. ليس عبارة عن عنصرية أبدا، التمايز بسبب واقع حادث، وهو نشأة هذه الفرق التي تقول نحن مسلمون، وفي نفس الوقت تريد أن نسكت ونغض الطرف عن هذه الضلالات التي كثير منها يؤدي إلى الكفر والشرك.